ايه علاقة اني احس اني مش جميلة بالذات لما اقفل السوشيال ميديا؟ اللي مش عارف، انا قعدت 40 يوم قافله السوشيال ميديا، وزي اي حد لما جه رمضان واتفرجت على اعلان زهره حسيت نفسي ان انا مش جميله كده كفايه. ودي كانت اول مره في حياتي احس فيها ان انا مش جميله من بره. تعالوا بقى اقول لكم ازاي اتعاملت مع الموضوع ده وايه علاقته بقفلي للسوشيال ميديا. كلنا عندنا احتياج ان احنا نحس ان احنا جمال، وفي مننا اللي بيسدد الاحتياج ده بشكل صح، في مننا اللي بيسدده بشكل غلط. والسوشيال ميديا وسيله بتستفزنا ان احنا نسدد الاحتياج ده بشكل غلط. احنا نقعد نتصور صور كتير وننزلها علشان بس نحس ان احنا جمال، وعلى امل انه حد يقول لنا ان احنا جمال فنصدق ان احنا جمال. لما قفلت السوشيال ميديا وكنت في نفس الوقت حاسه اني مش جميله، فلاني ليها ده اداني فرصه اني اسدد الاحتياج ده بشكل مختلف. واحد، بدأت ان انا افكر نفسي ان انا لو قعدت انزل صور وحاجات عشان احس نفسي جميله عمري ما هحس نفسي جميله، بل بالعكس، كل لما هنزل صور اكتر عاوزه اثبت ان انا جميله اكتر، هقعد انزل صور اكتر عشان اثبت اني جميله اكتر، ومش هحس نفسي ان انا جميله وهفضل جوه الدوامه دي. اتنين، قعدت افكر نفسي انه ربنا اللي عاملني جميل جدا، اكيد وهو عاملني برضو جميله قوي. قعد يتفنن فيا كده زي اللوحه، قعد يخطط انا هعمل عينيها كذا، هعمل ودانها كذا، قعد كده يخطط لكل ملامحي ولكل شكلي. يا ندونه، الكلام ده ما بياكلش عيش، خليني يعني احس اني جميله. لو قعدت تفكر نفسك دايما بالكلام ده تبدا تصدق انك جميل. لما تشوف نفسك جميل الناس هتشوفك جميل. 3، قعدت افكر نفسي بالناس اللي قالت لي كلام حلو، اللي قالته لي من غير ما اعمل حاجه معينه عشان اثبت ان انا جميله. يعني هم شافوني جميله كده زي ما انا. السوشيال ميديا والريلز والشوينج اوف عمرها ما هتبقى وسائل بتخليني احس اني جميله بجد. وفي اي حد على السوشيال ميديا يخليك تحس انك مش جميل سواء من بره او من جوه، يبقى احلى انفولو عليك. متنسوش تعملوا لي فولو علشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وما تنسوش تختاروا ان انتوا تحبوا بعض.